والله كله هيتحاسب، كله هيتحاسب. تغييس السيد رئيس الجمهورية ان هو يعني يرفع عنا هذا الظلم وهذه الإساءة في استخدام السلطة الممنوحة إليه اللامحدودة، والتي يمارسها بأسلوب لا يرضى عنه أي إنسان. النائبة مها عبد الناصر وهي عضو مجلس النواب قدمت الطلب ده طلب إحاطة متوجه لرئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بخصوص طبيعة إنفاق اللجنة الأولمبية على لاعبي اتحاد الفروسية لازم يبقى فيه سياق، حد يتكلم، حد يقف للناس دي. انما انت بتتكلمي واحد النهارده ده ماسك رئيس الاتحاد وماسك رئيس اللجنه الاولمبيه، طب في خلاف معاه، طب هيروح لمين؟ سواء انا او المدير او اي حد، تمام؟ هتروح لمين؟ هتروح بقى لجنه التحكيم، هو ماسك رئيس لجنه. انجاز بقى هشام حطب، الانجاز التاريخي بقى ان الاتحاد الدولي عمل له تويته. يا سلام، الاتحاد الدولي عمل له تويته قال له والله الواحد سعيد جدا والله ان انتوا يعني بعد 60 سنه اشتركتوا بمنتخب فرق، والله ده انجاز رهيب يعني. المهندس هشام حطب فاز برئاسة اتحاد الفروسية لدورة جديدة، خد 10 من 10، هم 10 أصوات، خد ال10 أصوات. عمركم شفتوا في الدنيا حد يعمل انتخابات ويفتح باب الترشح قبل الدورة الأولمبية؟ عيني عينك كده، عيني عينك. يعني أنا مش ضامن إيه اللي هيحصل مع الدورة الأولمبية يا عم. لا، بقول لك إيه، أنا هعمل انتخابات ومحدش هيخش ضدي، أنا هكسب بالتزكية. أنا بوجه استغاثة للسيد رئيس الجمهورية على الظلم اللي حصل علينا من رئيس الاتحاد المصري للفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مركز التسوية والتحكيم على اللي بيحصل فينا. فكمان من حضرتك يعني تنصفنا في الحق، بس مش عايزين حاجة أكتر من كده، وربنا يخليك لنا. تعالى بقى بص الجديد بقى، اتحاد الجودو يوم الاثنين اللي جاي الانتخابات يحصل ايه بقى؟ تليفون من احد رؤساء الانديه الداعم بقوه واللي موجود كمستشار قانوني جوه اللجنه الاولمبيه، ايوه خلاص، والاستاذ هشام حطب انه في اجتماع مع المناديب بتاعه الانديه اللي جايه تنتخب، تيجي قبلها بساعتين عشان هيقعدوا معاهم. الانتخابات هتتم فين يا كابتن خالد؟ فين؟ في اللجنه الاولمبيه. لابد من تدخل الدولة المصرية
في الملف الرياضي المصري. لابد أن نرى وجوها جديدة، لابد أن من يبقى في منصبه يكون راجل عمل إنجاز. معاملة ما شفتش أوحش من كده. لو يمكن كنت أتخيل إن الاتحاد المصري للفروسية يتعامل مع واحد من أحسن الفرسان بتوعه بهذا الشكل وهذا المنطق. إن لو عايز تركب تحت الاتحاد ده لازم تقبل كده وتقعد ساكت وتقبل كده وتقبل الذل ده، وعشان كده قبلته، عشان عمري ما كنت عايز اغير ان انا اركب في بلد تانية. بس بعد مثلا 20 سنة صعب الواحد برضه لازم الناس تبقى عارفة، يعني ما فيش حد كان هيقبل اللي احنا قبلناه ده كل السنين دي كلها. والله كله هيتحاسب، كله هيتحاسب، كله هيتحاسب، كله هيتحاسب.